انا وحش؟ انا وحش؟ ايوه انت وحش، انت اللي بتقولي ان انا وحش. ليه انا وحش؟ ايوه انت اللي بتقول. اذا انت شايفني كده لان انت عايز تهدمني، انت حقود عليا، انت شايف ان انا واقف ضدك، انت شايف ان انا وانت ما بيننا مصانع الحداد. ليه انا وحش؟ ليه انت بتقول عليا ان انا وحش؟ كتير جدا من الاسباب، بس علشان نتعرف عليها النهارده فتعالوا نبتدي حلقتنا. اهلا، ازيكم عاملين ايه؟ في حلقه جديده من برنامج الميسر. النهارده قصتنا هنتكلم عليها في ان انت وحش. طب نعرفها ازاي بالظبط؟ طبيعي جدا البني ادم يصدر افعال او مجموعه من الافعال اللي بتسمى هي السلوك، بس فبالتالي انا وغيري مع بعض في بتربطنا درجه من العلاقه. العلاقه ديت هي خد وهات متبادله، انت بتديني حاجه وانا بديك حاجه، انت مثلا بتتنازل عن حاجه انا كمان بتنازل عن حاجه. هي العلاقه هي علاقه معطائيه، خد وهات. فبالتالي كل واحد طبعا لازم يقول بدوره، والدور ده هو واجب علينا، زي ما كل واحد بالظبط ملزم بواجبات معينه لازم التاني يعملها. زي ما الشخص الاولاني بيعمل حاجات لازم التاني بالظبط يقوم بالحاجات اللي المفروض يعملها. طب ماشي، بغض النظر عن ان الكلام ده كله ممكن احنا نكون عارفينه، انا ليه شخص يقول عليا ان انا وحش؟ هو انا فعلا وحش؟ هل انا فعلا اذيت حد؟ هل انا فعلا عملت مشاكل مع حد توصل للدرجه دي ان شخص يطعني، ان شخص يدمرني، ان شخص يقف ضدي ويكرهني، او يخلي الناس اللي حواليا يعرفهم ان انا وحش، او يسوء سمعتي ايا ما كان الشكل اللي الشخص التاني بيشوفني فيه؟ انا قلت الشخص التاني بيشوفني فيه. طب ليه؟ هقول لك حاجه. كان في احد من اصدقاء معايا كان بيسالني في الكلام ده، او كنا بندردش مع بعض فيه. ف... فاللي جه في ذهني طبعا الواحد بيبقى عنده تجارب، فدرجه العلاقه ديت هي مش وليده اللحظه. طبيعي الواحد لما يوصل لمرحله زي ديت يبقى قبل كده في تجارب ما بين الطرف الاول والطرف الثاني في العلاقه، والعلاقه هنا المقصود ما بينها هو شخصين. يعني العلاقه دي مش مجرد بس علاقه ما بين طرفين هيبقوا مقبلين على الجواز بيتخطبوا، يعني ذكر انثى، ابدا. عمرها ما كانت علاقه عاطفيه ابدا بالشكل ده، ومش هو المقصود منها، دي حاجه مجرد سطحيه بس احنا بنقول عليها بالشكل ده. لكن العلاقه بتبقى موجوده في كل الناس مع بعض. انا بتكلم مع حد دي علاقه، لان العلاقه دي ممكن تكون علاقه وقتيه او علاقه مستمره بتجمع شخص او مجموعه من الاشخاص ايا ما كان. ولكن الفكره مع بعض، ليه الشخص ده يقول عليا ان انا وحش؟ تعالوا مع بعض كده نتخيل مع بعض. الناس بتتعامل مع بعض حلو، فنفترض ان انا وصلت عملت مشكله او وقعت في مشكله. هل من المفترض ان الشخص التاني يجي يساعدني؟ هل من المفترض ان الشخص التاني يجي يعمل حاجة انا فرضتها في بالي؟ absolutely no. مش من المفترض اطلاقا ان حد انا معاه يعمل اللي انا بفترضه، لان ده حاجة في بالي، انا اللي خلقت الحدث ده في بالي وافترضته. بس خلينا نقول حاجة هنا. دلوقتي الشخص اللي قدامي ده اللي انا بتعامل معاه هو فرض ان انا كده. طب ليه فرض ان انا كده؟ على اساس ممكن اقول انا ذات نفسي ليا شكل في التعامل، شكلي بيظهر ده في هيئه سلوكي، في هيئه ردود افعالي. لان برضو هقول لك حاجه بعد كده اسمها ان لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. ده قانون الفيزياء بتاع نيوتن التالي اللي احنا خدناه. بس في الحقيقه برضو هو في كل حاجه، مش مجرد بس فيزيائيا او في الاجسام في الطبيعه. احنا برضو من الاجسام، احنا ناس عاقله،
بالتالي ان في حاجه اسمها مثير وفي حاجه اسمها استجابه، ده في السلوك. فانا انا بعمل حاجه وغيري برضو بيعمل حاجه، فبالتالي الكلام ده له مردود بيأثر علينا احنا الاثنين، لان احنا بنأثر في بعض، هي دي العلاقه. طب ليه برضو انا وحش؟ هقول لك. دلوقتي الشخص التاني ده لما بيجي يتعامل معايا وانا اتعامل معاه، حلو، فهنا في درجه من العلاقه، بس العلاقه ما اتبنتش بالشكل ده، وصلت لحد المرحله دي، لا ده مر بتاريخ، يعني في مع بعض عشره ومواقف وتاريخ مع بعض في العلاقه، في تبادل العلاقه دي. طيب ولنتخيل مع بعض ان العلاقه اللي بتقوم ديت بيبقى فيها مطبات، ان الشخص الاولاني مش عارف الشخص التاني، وكذلك الشخص التاني مش عارف الشخص الاولاني، فلما تظهر درجه من التوافق والاتنين يفهموا بعض لازم يمروا بشويه منعطفات. ماشي، طيب نفترض ان المنعطفات ديت بغض النظر ان في شخص عنيد وفي شخص مش عنيد، في شخص متساهل، في شخص صلب في التعامل، هو حازم وقاسي واجريسيف والكلام ده كله. طب ماشي، في الشخص الاولاني اي مكان الاولاني او التاني، ولكن هي الفكره في ردة الفعل. ردة الفعل اللي بتتبني على الفكر، انا شفتك بالشكل ده، انا اللي شفتك، هذا الكلام مش منطبق عليا لان هو اللي شافني، انا مش بالتالي ممكن ما اكونش كده، بس في نفس الوقت برضو انا ممكن ابقى كده. ليه ممكن في نفس الوقت ابقى كده ومش ممكن برضو في نفس الوقت مش كده؟ تعالوا نتكلم مع بعض. في اول الكلام نقدر نقول ليه انا مش كده، لان انا عارف نفسي، وانا لما اعرف نفسي فانا عارف بالظبط ليه انا مش كده، لان انا عمري ما اعمل التصرف ده، عمري ما اعمل الحركه دي، عمري ما يبقى قدامي موقف مثلا وما اعرفش ان انا اروح اساعد الناس، لا انا اعرف اعوم الكلام ده، واعرف اعمل حاجات كتيره جدا. طب ليه الشخص ده يقول عليا ان انا كده رغم ان انا ذات نفسي مش كده؟ هو ليه شافني بهذا الشكل؟ تعالوا نحلل مع بعض. اول حاجه ممكن يكون بسبب تاريخ معين او حدث معين او موقف معين يربطني مع الشخص ده، هو اللي خلاه ياخد عندي الفكره ديت ويشوفني بهذا الشكل، يفرض ان انا كده، ايوه انت كده بسبب ده. في ناس بتفرض اوريدي الكلام ده قبل حتى ما تخش في علاقه، وده امر يعني مش عايزين نقول عليه ان هو كارثي. انا مش لازم افرض على حد ان هو حاجه وانا ما اعرفوش، مش لازم افرض ان في علاقه معينه او في قرار معين وانا برضو ما اعرفوش. انا ما اعرفش، اذا قرار انا ما اعرفوش، شخص انا ما اعرفوش، يبقى انا ما اعرفش، يبقى ما اتكلمش او ما افرضش حاجه انا ما اعرفش. بالتالي كلمه انا ما اعرفش دي بتسهل وبتريح كتير جدا. طب ايه ممكن يكون حاجه تانية ان الشخص التاني بيقول عليا كده؟ ممكن انا ذات نفسي نوعا ما ليا بعض الحركات المعينه، ليا مشيه معينه، ليا طريقه في الكلام، ليا كاريزما معينه، بتحرك بشكل معين، ليا بعض الانفعالات المعينه او ردود الافعال معينه. الكلام ده كله بيدي انطباع للاشخاص التانيين اللي بيخلوني مجرد بس من الكلام ده ياخدوا فكره اوليه وانطباع اولي، الشخص ده كده، بس هو في الحقيقه مش كده. هو شخص ممكن واحد مثلا يبصوا الناس عليه ان هو متكبر مغرور ده التاني، او مجرد مثلا ممكن نقول ده عنده ثقه زياده في نفسه، لو ان احنا متعاطفين معاه شويه او متساهلين معاه شويه، مش مجرد ان احنا نقعد جلد فيه. انا يا سيدي بحب ان انا اكون مرتب منظم مهندم في لبسي مثلا، انت ليه تقول عليا ان انا تنك مثلا؟ انا في عادي ممكن الشخص هو في عاده دي، ممكن تكون عاده حلوه لدى البعض، ممكن تكون عاده وحشه الناس التانيه شايفاها، بس ليه اقول عليه كده؟ مش لازم ان انا افرض عليه بالشكل ده، هو مش كده صح؟ طب خلونا مع بعض نتنقل لمرحله تانيه ونرجع
كده مع بعض شوية. نقول إن ممكن فعلا يكون الشخص ده ما بينه وما بينه كان في مشكلة، فحصل نوعا ما بعض الاضطراب لدى الطرف التاني. نقول مثلا إن أنا شخص متسائل، شخص متسامح، شخص منفتح في العلاقات، وعادي بينسى، مش بيشيل حاجة، ما بيشيلش هم الكلام ده كده، خلاص عادي يعني، مش مشكلة، ما بيحصلش مشكلة معاه، ما بيكبرش المواضيع يعني. بس الشخص التاني نوعا ما بيعرفش يعدي، هو كده ده طبيعة تعامله. لازم الواحد يكون عنده فهم للشخص التاني بيعرف يتعامل ازاي، هو دي طباعه، دي عاداته، هو دي سلوكياته، هو ما بيعرفش يتعامل بس بأسلوب مختلف يعني. لكن في نفس الوقت هو ممكن يكون جواه نوعا ما وأنا كذلك يعني، ممكن وارد جدا، بس في نفس الوقت خلينا نقول في اضطراب، النفسية مش مستريحة، يعني فيش مشاعر سلبية كده موجودة. طب الكلام ده لما اجي ابني عليه مواقف جديدة موجودة، هل الشخص ده هيشوفني بعين نضيفة؟ لا. ليه اقول عين نضيفة؟ لان العين دي مليانة بالمشاعر اللي هنا، فمغمية الحقيقة اللي انا مش شايف بيها الشخص التاني ده. فالشخص ده لما اجي مثلا اروح لحد هسوق سمعته او هسوق، عذرا على الانقطاع ده، نوعا ما التليفون بيبكي وبيعيط ان ما عندوش مساحة يعرف يسجل، فخلينا نكمل. بشكل ملخص كده احنا اتكلمنا في الحلقة ان في شخصين ممكن يكونوا بيشوفوا بعض ان هم وحشين، او واحد بيقول على حد تاني ان هو وحش او الكلام ده. طب ليه ده بيحصل؟ في درجة العلاقة ديت ممكن يكون في نوعا ما بينها وما بين بعضيها نوع من المشاحنات. الشخص ممكن شخص فيهم يكون واخد فكرة عن الشخص التاني ان هو كده، لان مثلا في تاريخ من المشاكل مثلا، او الاحداث اللي ما كانتش كويسة مع بعض، نوعا ما كانتش مظبوطة قوي، كانت في اضطراب، فده اللي خلى في شخص منهم عنده معرفش يتجاوز يعني الازمة او المشكلة دي او يعديها، ففي مشاعر سلبية هنا، نفسيته مش مستريحة من الشخص التاني من الآخر. ده اللي يخليه أي حاجة تحصل، لا في حاجة، في مشكلة، بينفعل دايما باستمرار، في حالة من التعصب، الهيجان، الكلام ده كله متعمي. دي حاجة. طب خلينا نقول حاجة تانية، إن في رد فعل واستجابة. طالما أنا هعمل حاجة يبقى لازم الشخص التاني يبادلني بنفس ردة الفعل دي. فانا شتمت، الشخص التاني هيشتمني، انا اذيت، الشخص التاني هيأذيني، 1+1=2. طبعا مش كل الناس بتعمل كده، لان في درجات من الاخلاقيات. حلو. فبالتالي لازم نكون واعيين جدا احنا بنعمل ايه. طبعا اول انطباع بيدوم، فعلشان الوقت بتاع الحلقة وكذلك التليفون اللي بيبكي، فلو عايزين نعرف اكتر نتابع مع بعض، ولو عايزين تعرفوا كمان اكتر عندكم كومنتات ممكن تكتبوا وانا هرد عليكم. وتابعونا في الحلقات الجاية. كان معكم آنان ميسر، وداعا.